إلا لقيت هاد العلامة ممنوع عليا نفوت هاد الرقم هذا. مرة كتكون 30، مرة 40، مرة 50، مرة 60. ما كيهمناش الرقم، اللي كيهمنا هو القاعدة. كمثال، السؤال داخل الامتحان كيقول لي السرعة ديالي 60 كيلومتر في الساعة، واش واجب عليا نقص السرعة؟ مباشرة نقول له نعم واجب عليا نقص السرعة. إلا قال لي السؤال السرعة ديالي 50 كيلومتر في الساعة، واش واجب عليا نقص من السرعة؟ غنقول له لا، ماشي واجب عليا نقص من السرعة ديالي، لأنني محترم السرعة اللي كتفرض عليا هاد العلامة هادي. العلامة اللي كنشوفو دابا مباشرة هي المسافة الفاصلة بيني وبين العربة اللي قبالتي، ما خصهاش تقل على 70 متر. راه كيديروا لي واحد الخدعة في الامتحان، كيقول لي واش من الواجب عليا نقص من السرعة. قدام هاد العلامة ما عندها حتى علاقة بتحديد السرعة، هي فقط كتقول لي المسافة اللي تكون بينك وبين العربة اللي قبالتك ما تقلش نهائيا على 70 متر بطبيعة الحال. ودابا نكتشفوا في الدروس الجاية كيفاش نحفظ المسافة بيني وبين العربة اللي قبالتي. العلامة اللي تجي موراها هي علامة ديال ممنوع استعمال المنبه الصوتي. هاد العلامة هادي عندها أماكن محددة: المدارس، المستشفيات، التكنات، العسكرية بطبيعة الحال. هاد العلامة هادي هي علامة ديال ممنوع مرور السيارات والدراجات النارية السريعة. واحد القاعدة ناخدوها: راه أي حاجة ممنوعة على السيارة ممنوعة على الشاحنة، وممنوعة كذلك على الحافلة. هاد العلامة كتمنع مرور السيارات أو العربات ذات محرك ومعهم الدراجات النارية السريعة. غنلقاوها مثلا دوك الأحياء الراقية مثلا اللي كيكونوا غير فيها شوارع بسيطة مثلا. يعني هاد العلامة قدام هاد العلامة شكون اللي مسموح له المرور؟ اللي مسموح له المرور هما الدراجات الهوائية والدراجات النارية العادية بحال السونتروا مثلا. هاد العلامة هادي حتى هي كذلك كتكون في الأسئلة ديال الامتحان بزاف، فيها سهم كحل وسهم أحمر. شنو كتعني هاد العلامة هادي؟ كتعني بأنه الأسبقية اللي عنده سهم كبير، يعني اتجاه المعاكس الأسهم كيختلفوا. يقدر يجي عندي أنا السهم الكبير ويسمح لي بالمرور انا قبل من السياره اللي جايه قبالتي، كتكون في الاماكن الضيقه وكتقول لها شكون اللي غيدوز الاول بطبيعه الحال اللي عنده السهم كبير. علامه سهله وبسيطه كتمنع ليا تغيير اتجاه اليسار. يعني غيبقاو لي جوج مسارات: يا اما ندور على اليمين يا اما نتابع سير قدام. اذا قدام هذه العلامه سهم غادي وضاربين عليه كتعني بانه ممنوع عليا بصفه عامه انني نغير الاتجاه الى اليسار. قدام هذه العلامه الا قال لي السؤال واش يمكن لي نغير اتجاه اليمين، نقول له نعم. واش يمكن لي نتابع السير قدام؟ نعم. واش يمكن لي ندور على اليسار؟ انا فين نقول له لا. يعني اسئله الامتحان سهله وبسيطه. وعندها علامه اللي كتكون هي العكس ديالها بطبيعه الحال، هي هذه: ممنوع عليا ندور على اليمين، العكس ديال العلامه اللي شفنا قبل. قدام هذه العلامه كذلك ممنوع عليا ندور على اليمين. عندي جوج اختيارات: يا اما نتابع السير قدام يا اما نغير اتجاه اليسار. غير ما في الاسئله خصنا نكونوا فايقين شويه. يعطيني هذه العلامه هذه ويقول لي واش ممنوع عليا ندور على اليسار. شوفوا السهم فين غادي، السهم على اليمين، السؤال كيقول لي ممنوع عليا ندور على اليسار. غنجي مباشره وغنقول له لا، يمكن لي نغير اتجاه اليسار، ممنوع عليا ندور على اليمين بطبيعه الحال.